المكملات الغذائية من أهم المواضيع المنتشرة بين الرياضيين وخاصة لاعبي كمال الأجسام، وللأسف بنشوف مكملات ملهاش أي لازمة بتكون غالية جدا وناس كتير بتجيبها وبتتخم فيها. فالنهاردة إن شاء الله هعرفك أهم 4 مكملات غذائية هتفرق معاك بشكل كبير جدا وهتساعدك في تحسين أدائك الرياضي وزيادة القوة العضلية وهتفرق في أداء التمرين بشكل كبير إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة فاحنا عندنا مفاجأتين. المفاجأة الأولى إن عندنا بمناسبة البلاك فرايداي عندنا خصم 50% على الكشف حاليا في عيادة المهندسين في قلب المهندسين. فالكشف حاليا ب 150 جنيه فقط، فتقدر تحجز معانا عن طريق التواصل على الرقم هنا وهنعرفك كل التفاصيل ان شاء الله. المفاجأة الثانية ان عندنا سحب تاني بمناسبة وصلنا ل 800,000 مشترك، فكل اللي تعمله عشان تدخل السحب انك تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، تعمل سبسكرايب للقناة بحيث يوصل لك كل جديد اول ما ننزله، وتكتب تم في كومنت. تمام؟ الثلاث خطوات دول مهمين جدا عشان تدخل معانا السحب. وفي اخر الفيديو ده هنعلن نتيجة السحب اللي فات ان شاء الله. رقم 1 في المكملات اللي لازم تاخدها وهو العلاج المناسب لاي نقص او عجز في الفيتامينات والمعادن اللي عندك. تمام؟ يعني انت لو عندك انيميا فعلى حسب درجة الانيميا اللي موجودة بنبدأ ناخد لها حديد. تمام؟ لو انت عندك نقص في فيتامين د على حسب النقص بتاعك بتبدأ تاخد العلاج. تمام؟ فاي نقص عندك مهم جدا تاخد له العلاج مناسب ليه. طيب انت ما عندكش نقص او ما تعرفش عندك نقص ولا لا، ففي الحالة دي تاخد مالتي فيتامينز، مهم جدا، مهم للصحة العامة، هيفرق معاك في أداء التمرين بتاعك بشكل كبير جدا. لو عندك كسل أو خمول في التمرين بتاعك فهيفرق معاك وهيخليك توصل لأفضل أداء إن شاء الله. رقم 2 في المكملات وهو الواي بروتين. الواي بروتين من الحاجات الكويسة جدا اللي هيساعدك إنك تاخد احتياجك من البروتين، والبروتين طبعا مهم جدا لبناء العضلات وللاستشفاء العضلي. يعني الواي بروتين بيكون فيه بروتين، فيه بي سي دبل اي، فيه جلوتامين، فالحاجات دي كلها كويسة جدا هتسرع معاك الاستشفاء العضلي، هتزود قدرتك في التحمل في التمرين، وفي نفس ذات الوقت هتساعد في بناء العضلات بتاعتك. ولو انت هارد جينر يعني جسمك نحيف وبتزيد بصعوبه فهتلجأ للماس جينر. تمام؟ الجينرز دول بيكون فيهم بروتين لكن معاه كارب عالي، معاه دهون عاليه، معاه سكر عالي، فيديك سعرات حراريه عاليه جدا وهيساعدك تزيد في الوزن بسهوله ان شاء الله. رقم 3 في المكملات وهو الكرياتين. الكرياتين من المكملات الفعاله المهمه جدا اللي ملهاش بديل واللي لازم تاخده لو عايز توصل لاعلى بامب ممكن. يعني لو عايز تاخد الفول بامب بتاع العضله، لان هو بيملى العضله، بيعمل فيها احتباس ماء، بيدخل ماء جوه العضله وبيحبسها، فبيخلي العضله تاخد البامب الكامل، بيزود قوتك العضليه، بيزود قدرتك في التحمل، فهتلاقي نفسك بتلعب اوزان اكبر بكتير من الاوزان قبل الكرياتين. وطبعا الكرياتين انواع كتير مختلفه، وفي كبسول وفي باودر وفي جرعه بنستخدمها باوفرلود وفي جرعه نورمال لود، فموضوع كبير شويه. فلو حابين نتكلم عن الكرياتين بكل تفاصيله فاكتبوا في كومنت كرياتين، ولو لقينا في ناس كتير مهتمه ان احنا نشرح لهم عن الكرياتين بانواعه نعمل فيديو عنه بكل التفاصيل ان شاء الله. اخر مكمل تستخدمه وهو الاوميجا 3. الاوميجا 3 غني بالزيوت الدهنيه الصحيه اللي مهمه جدا للصحه العامه للجسم، مهمه جدا لتقليل الالتهابات، بتحسن جميع العمليات الحيويه، مهمه لوظائف الجسم عموما. فلو حاسس برضو بخمول وانك مش قادر تكمل تمرينك فالاوميجا 3 هيفرق معاك بشكل كبير جدا، وخاصه لو انت ما بتاكلش سمك باستمرار. وفي الاخر كل اللي احنا قلناهم دول عباره عن مكملات، يعني اسمه مكملات بيكمل النقص. تمام؟ لكن الاساس بتاعك، الاساسيات اللي لازم تهتم بيه جدا هو الدايت. الدايت هو الكينج بتاعك، ده الاساس اللي هيبني لك الفورمه. تمام؟ فمهم جدا انك تظبط اكلك. ظبطت اكلك 100% اغلب المكملات دي هتستغنى عنها. يعني انت مثلا بتاكل من الاكل بتاعك بروتين كافي في اليوم، وانت راجل مش مشغول وعندك وقت تاكل في اليوم وما عندكش مشكله قادر تاكل، لكن في ناس ما بتقدرش تاكل فالواي بروتين هيبقى كويس جدا معاهم. تمام؟ فلو بتاكل بروتين كويس مش محتاج واي بروتين. لو بتاكل سلطه كويس وخضروات وفاكهه في اليوم بتاعك مش محتاج مالتي فيتامين. تمام؟ لو بتاكل سمك مرتين في الاسبوع مش محتاج اوميجا 3. فانا شخصيا مش بستخدم غير الكرياتين والواي بروتين. تمام؟ الواي بروتين عشان يوصل لي احتياجي من البروتين في اليوم وبيساعدني بكل سهوله. يعني انت بتاخد سكوب تحطه في شيكر بتقلبه بتشرب، خدت 30 جرام بكل سهوله. تمام؟ والكرياتين عشان يوصل طبعا للفول بامب يحبس ميه جوه العضلات، لكن لازم تعرف ان الكرياتين لما بيحبس ميه جوه العضلات ما بيخلكش تخس بسهوله. فانت لو في فتره التنشيف وعايز تخس على الميزان هتلاقي ان انت على الميزان ما بتنزلش بسهوله، وده بسبب الكرياتين لانه بيحبس ميه في الجسم. لكن ما تقلقش من موضوع الميزان ده، هو في اول شهر لو بتعمل نورمال لود هو اول شهر، وبعد كده الموضوع عادي. هنعمل لكم ان شاء الله فيديو عنه بالتفاصيل عشان الموضوع بتاعه كبير والناس
بتحب الكرياتين وهو مهم جدا للاعبي كمال الاجسام. ودلوقتي وصلنا لفقره السحب للشخص اللي فاز معانا الاسبوع اللي فات، واللي فازت معانا هي امينه منصور. الف مبروك ليها، ان شاء الله نقدر نساعدها توصل لوزن مثالي. فيا ريت يا استاذه امينه تواصلي معانا على الرقم ده بحيث نقدر نتابع معاكي ونعرفك هنعمل ايه ان شاء الله. بس وبكده يكون فيديو النهارده خلص، نشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.